انت فيديوهاتك مش تركية، انت كمان بتتكلم مصري، ليه بتعمل فيديوهات ليها علاقة بتركيا؟ بص، خليني اقول الاجابة اللي هي البسيطة وبعد كده ممكن نوضح كام نقطة لو حد حابب يكمل الفيديو. انا بالنسبة لي انا تخصصي ودراستي كانت لها علاقة كلها بالتركي، سواء ان الليسانس اللي انا مخلصه في كلية اداب تركي او الماجستير اللي انا عملته اصلا في الدراسات التركية في ادب مقارن مع دراسات عربيه، او الدكتوراه اللي انا خدتها اصلا في اللغه التركيه وادبها. فبالتالي انا التخصص الدقيق بتاعي هي الدراسات التركيه. التخصص العام ليه علاقه بالشرق الاوسط كله، بس الدقيق التركي. فالتخصص ورايا ملوش بقى علاقه بقى بان انا بتكلم ايه او فين او ازاي او غيره. المعلومه جات لك، المعلومه شفتها صح والدنيا تمام، كمل الفيديو. انما المعلومه شفتها مش عارف ليها علاقه بحاجه تانية او غيره، ممكن تغير. دي حاجه. الحاجه التانية ان لما يجي مثلا واحد دارس علوم او علم مصريات وهو في فرنسا وفرنسي، فانا لما يجي يتكلم عن الفراعنه اقول له ليه انت بتتكلم عن الفراعنه؟ لا، انا ممكن الاقي واحد مصري نفسه اقول له ليه انت بتتكلم عن الفراعنه لو هو مش دارس حاجه ليها علاقه بالفراعنه، والفرنسي ده دارس لها علاقه حاجه بالفراعنه. فالفكره ان الفيديوهات على السوشيال ميديا هي فيديوهات اختياريه مش اجباريه. يعني انا لما اشوف حاجه ما تعجبنيش ممكن ان انا اغيرها او اقلبها. عايز انتقد، نيجي بقى هنا بقى على فن الانتقاد بقى والعلم اللي احنا بقى بنتعلمه صح في الانتقاد، ان انا اقرا عن الشخص كويس، اشوف اللي هو بيقوله ده فعلا ليه مرجعيه ولا لا، وابدا ان انا انتقد، مش ان انا مثلا اكتب الكومنت وخلاص. طب انتقدت ولقيت ان المعلومه فيها حاجه غلط، ابدا اوضحها وابدا اصححها، بحيث ان انا يبقى الاعتراض على القد الانتقاد يعني. والحياه سهله وجميله والله يا جماعه. يعني انا شفت الكومنتات كتيره جدا في حاجه ليها علاقه بالموضوع ده، ولقيت التيك توك بيفلترها. طب ليه بيفلترها؟ لا، نزلها على طول. ان الحد اللي بينتقد ان حاجه ليها علاقه بقى بتركيا وانا بتكلم ليه في تركيا ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، ممكن ما اوضحش، بس لا نوضح، ايه المشكله؟ وانا بالنسبه لي كشخص اهلا بالجميع، اهلا اللي يتفرج على الفيديو، اهلا ما يتفرجش على الفيديو، اهلا للي ينتقد، واهلا كمان للي يشتم على فكره. بس انا عن نفسي بحب ارد، فلو نرد احنا الاثنين مع بعض في حاجه بناءه يبقى شيء كويس جدا.